البنت اتخضت لما لقت راس مرعبة مرمية جوه بيت اللعب بتاعها. اللي خوفها أكتر إن العرايس والكلاب اللعبة اللي دايما مرميين على السرير كانوا قاعدين متخشبين من الرعب، والبيبي الصغير كان مستخبي تحت اللحاف. المنظر كان باين إن الكل مرعوب من حاجة مش مفهومة. حتى الكلب اللعب الصغير دخل من باب الأوضة على الصالون وبص للراس بشكل مباشر. الراس اللي كانت فوق الترابيزة وقعت على الأرض، والبنت جمعت شجاعتها وقربت من الراس ومدت إيديها علشان تلمسها، بس هي ما كانتش عارفة إن في دم لسه طري على رقبتها. في اللحظة دي ماما نادت عليها، والبنت بصت على بيت اللعب وقالت ما تتحركوش، بس ما حدش كان عارف ان كارثة جاية في السكة. ولما رجعت بيتها الحقيقي جريت على اوضتها على طول، واول ما فتحت بيت اللعب كل حاجة اتغيرت. العروسة واللعبة كانوا قاعدين على الكنبة مرعوبين من الراس، والكلب واقف متسمر عند الباب. البنت جريت تدور على البيبي اللي مستخبي ورا الباب، وهو كمان كان مرعوب وباصص للراس. فجأة الراس المرعبة والعروسة اختفوا، والبنت فتشت بيت اللعب كله، لكن الراس بقت عندها في اوضتها الحقيقية. ساعتها اترعبت اكتر ورجعت استخبت في سريرها، لكن افتكرت انها لازم تنقذ العروسه واللعبه. تاني يوم راحت محل اللعب واشترت عسكري لعبه. حطت العسكري جوه بيت اللعب علشان يحميهم، وعلى العشاء دعت ربنا ان كل حاجه تبقى كويسه. بس اللي حصل بالليل خوفها اضعاف. العسكري كان واقع على الارض والراس اختفت. العروسه واللعبه بقوا فاتحين بقهم كانهم شافوا مصيبه، والبنت اتخضت وفضلت تدور. لقت العروسه مستخبيه جوه المرايه، جمعت شجاعتها تاني وجريت على اوضتها. وتاني يوم راحت المحل تاني. المره دي اشترت قصيص لعبة. كانت متأملة إن القسيس يطرد الراس دي، وبالليل لما قربت من بيت اللعب لقت العرايس كلهم باصين في اتجاه واحد، والقسيس كان بيعمل حاجات غريبة. هي افتكرت في الأول إن دي لعبة، لكن الواضح إن الموضوع مش هزار. نور الكشاف بتاعها بدأ يرمش، وتصرفات القسيس بقت أغرب. البنت حست إن في حاجة غلط وبصت الناحية التانية. شافت إن القسيس كمان بقى متعور، وقبل ما تلف الراس المرعبة كانت مستنياها تهجم من ورا بيت اللعب. البنت صرخت صرخة قلبت الدنيا. أمها سمعت صوتها وجريت على أوضتها، بس عشان ما تتعصبش عليها امها جريت بسرعه ورمت نفسها على السرير. امها سالتها ايه اللي خلاكي تصرخي؟ البنت كدبت وقالت حلمت بكابوس، لكن امها شكت شويه بس سكتت. ولما رجعت بعد شويه لبيت اللعب لقت العروسه واللعبه متعورين جامد. بصت في كل حته لكن البيبي كان مختفي. قعدت تدعي في سرها ان البيبي يكون بخير، لكن وهي مركزه شافت ان الراس المرعبه ركبت على البيبي. جمعت شجاعتها، مسكت الراس ورمتها بعيد وجريت بسرعه استخبت في سريرها. تاني يوم قالت لمامتها وباباها انا مش عايزه بيت اللعب ده تاني، ادوه لحد تاني. الملك الجديد كان فرحان بيه وقعد يفتحه، بس اول ما فتحت بيت اللعب نفس الراس المرعبه رجعت تاني.